السلام عليكم. طبعا انتم مستغربين ان مش شخصيتي هي اللي بادئه معاكم الحلقه. لا، دي شخصيه من المسلسل الجديد. بصراحه يا جماعه انا لسه ما لقيتش اسامي، بس عايزاكم كل شخصيه معاكم. يعني انتوا دلوقتي هوريكم شخصيات المسلسل كلها في الاخر مع بعض. هتنزلوا تكتبوا لي تعليق مجمع اسامي للشخصيات كلها. احلى تعليق واحلى اسامي هي دي اللي هخلي بيها الاسامي الشخصيات. لو ما جاش تعليقات بقى يعني لو ما جاش تعليقات، هضطر ان انا ابدا معاكم المسلسل باسامي من عندي. اوكي، فيلا بينا دلوقتي هنخلي احنا دلوقتي هعمل لكم جوله في البيت الاول. فكل واحد هيعمل انا بفكر ان انا اوريكم الشخصيات الاول. خلاص هوريكم الشخصيات الاول. انا الاخت الكبيره، توأم الواد اللي جنبي ده. ايوه، وانا الواد اللي جنبها انا توأمها. انا بقى الاخت الصغيره، بس انا لون شعري مش زي لون شعرهم، لان لون شعرهم طالع لماما وانا لون شعري طالع لبابا. واحنا اصحاب الواد اللي واقف ده. ازيكم يا ولاد؟ قبل ما تكملوا ما تنسوش تحطوا لنا لايك واشتراك بقى. انا الجدة، ماشي؟ مامة العيلة اللي كانوا واقفين هنا دلوقتي، قصدي جدتهم. ايوه، وانا الجد. استنى اجيب لكم ولادي. بصوا، هما دول ولادي. دي مامة العيلة اللي كانوا واقفين هنا دلوقتي، وانا اختهم قد البنت دي. يعني انا لسه ملقتش اسامي فلسه. يعني دي قد دي، مع ان دي خالتها. الاتنين عندهم 20 سنة. اوكي، ودي عندها 38. دي مامة دي، لكن دي مامة دي ومامة دي، لان دي ودي اخوات. اوكي، اتمنى ما تكونوش اتلخبطتوا. ودي بقى اخواتهم. واستنى اجيب لكم بنتها هي دي. طبعا انا مش فاكره الشخصيات فعامله شخصيات من عندي. اوكي، ودي صاحبة دي، والتانية صاحبة دي. استنى اجيب لكم. ودي يعني التلاتة دول اصحاب. اوكي، ودول ده جوز دي، وده جوز دي. اوكي، وده والتاني اصحاب. وهي دي شخصيات المسلسل. وطبعا هيظهر شخصيات تانية غير دول، ولكن هتكون شخصيات عشوائية. يعني مش هتظهر دايما، ولكن دول اللي هيظهروا معانا، دول الاساسيين. طيب بعد ما خلصنا هنعمل لكم بقى جولة في البيت. في البيوت. دي بقى دي غرفة الولد الكبير اللي هو توأم البنت الكبيرة. دي الغرفة بتاعته. هنا حاجات السكيت. ده مهووس بالكورة يا جماعة، يعني هو مهووس بالكورة والماتشات والحاجات دي. مش لازم بقى اقعد اقول لكم كل واحد مهووس بايه. اوكي، دي اوضته. دي بقى عجلة البيت كله، يعني مش بتاعته هو لوحده. ندخل بقى على غرفة الوالدين. بصوا الستاير دي يا جماعة عاملة فيو تحفة. بصوا، دي السراحة. وده دولاب الام، لسه دولاب الاب هيجي. ده السرير. ده كده الفيو من ورا تحفة يا جماعة. وده كده دولاب الاب. نيجي لاكتر اوضه بحب ابدع فيها في كل مسلسل، هي اوضه البنت الكبيره. دي طبعا دي السراحه بتاعتها اللي هي التسريحه. وهنا كده عندنا الرفين او الدولابين دول، هما دولابين صغيرين، وفي طبعا خزانات كتير. وده المكتب بتاعها. ودي المرجحه بتاعتها. وفي ورا خزنه السكين كير، كان موجود ورا المرجحه دي غرفه السكين كير وشنطه السفر بتاعتها وسجادة اليوجا او الباليه التمارين يعني. حطها بقى ورا تاني. وده الدولاب بتاعها. وده مكان السرير. طبعا في هنا مراية عشان لما هي انا حطيتها جنب دولاب عشان لما هي تي يعني تخلص لبس تبص في المراية. وعندنا هنا فوق السرير خزانات، وجنب السرير ديكورات وحاجات. وطبعا وده موبايلها طبعا، اللي هو الموبايل اللي بيبقى عليه حاجات من ورا ده، حاجات كتير يعني. وكده خلصنا من غرفة البنت الكبيرة. ندخل على غرفة البنت الصغيرة. اوكي، هي بنت بقى يعني بنت صغيرة يعني، فتبقى يعني
اوكي، ده كده مكان المكتب بتاعها. ده المكتب برضو عندنا سجادة البلاي، بس انا لسه ما حطيتلهمش حاجات. انا كنت قاعده كده قلت اعمل لكم جوله في البيت وخلاص، لسه ما حطيتلهاش هنا برضو حاجات. ممكن اصلا اشتري معاكم الحاجات دي في المسلسل، يعني اعمل حلقه اللي هم يشتروا فيها. وده الايباد بتاعها، ودي اصلا السريحه بتاعتها. وده كده مكان السرير بتاعها، تحفه يا جماعه، تحفه. ده كده الدولاب بتاعها، وده درج الشوزات، يعني جايبه لها حاجات تحفه يا جماعه. برضو هنا الستاير عامله فيو حلو. هتقولوا لي ليه البيت اصلا من فوق بينك ويعني الوان غير البني، وليه عامله الستاير بني؟ اقول لكم عشان الستاير البني بتدي هدوء للبيت، وهم بقفل الستاير بالليل فلازم تدي هدوء اكتر. اوكي كده خلصنا بقى من الدور اللي فوق، انزل بقى على اللي تحت. اوكي دي كده بتبقى دخلة البيت. بصوا يا جماعه، انا عامله فكره الليفينج، فكره محدش عملها قبل كده، يعني انا اول واحده في صانع محتوى افاتار اللي يعمل الفكره دي. بس اللي عايزها طبعا ياخدها عادي يا جماعه يعملها. بصوا المكان ده بقى تحفه يا جماعه، تحفه. هنا بقى عندنا التويلت، انا عملته تحت عشان يبقى كده فكره جديده. هو ده كده التويلت كله. وعندنا هنا غرفة السفرة، طبعا برضو لسه ما حطيتش حاجات في الخزانات لاني لسه ما حطيتش، لسه مشتريتش. ندخل بقى على المطبخ. انا حاساها دي قوي، يعني حسيته هادي قوي، بس الحتة دي هي حسيتها اكتر حتة فرفوشة في المطبخ. فيها كده ايس كريم، فيها بتوع التلج دول عاطين برضو فيو تحفة للبيت، اقصد للمطبخ. وبس كده كان هو ده الدور الاول للبيت، وهو بيت العائلة. انا برضو لسه مختار، معلش عارفه ان انا بنطلكم في كل فيديو، بس جاي اقول لكم اصلا نسيت افكركم في الفيديو ان انتوا تشتركوا في القناه. يعني تشتركوا، تحطوا لايك واشتراك، يعني تدعموني، واستنوا عشان هكمل لكم بيوت باقي العائله. يلا لي برضو فكره للاسم. بفكر اخدكم جوله في بيت الجد والجده كمان. طب ما انا اخد، يلا بينا. الخالة. يا جماعة، هتبقى الخالة عايشة في نفس المدينة اللي اختها عايشة فيها، بس الاخت التالتة هتبقى عايشة مع باباها ومامتها لانها لسه اصلا متجوزتش. هتبقى عايشة معاهم في مدينة تانية، يعني في دولة تانية. بس دلوقتي قررت اخدكم جولة الاول في بيت الخالة. الخالة الوسط عندنا دي دخلت عندنا دي دخلت بيت الخالة. انا حطيت الستارة دي برضو عشان بالليل نبقى نقفلها عشان يكون الجو هادي. وهي برضو حطيت المرجحة دي هنا، عايزة اغير لونها عشان ما تكونش نفس بتاع التانية، حاساها كسرت الوان البيت كله حرفيا والله. المهم ندخل بقى كده، بسم الله، ندخل برجلنا اليمين. دي كده برضو الدخلة بتاعت البيت. هنا بقى عندنا الليفينج. اقفلي. بجد يا جماعه، اول ما الشاشه دي نزلت حبيتها جدا. انا لو لاحظتوا هتلاقوني عامله لون الشاشه زي لون الليفينج عشان ما يبقاش الليفينج مختلف عن الغرفه كلها. طيب بعد كده خلصنا من الليفينج، ندخل على غرفه الوالدين. برضو انا دلوقتي مش حاطه هنا الا هدوم الام عشان لسه ما جبتش هدوم الراجل عشان هو اصلا مسافر. وده السرير، حطيت 3 كومود يا جماعه جنب السرير، تخيلوا. ندخل بقى على غرفة البنت التحفة دي، حطولها هدوم كتير قوي. طيب المهم، هي ولا كتير ولا حاجة والله يا جماعة. بصوا ده كده الغرفة كلها قدامكم اهي عشان تاخدوا النظرة قاطبة، نظرة ثاقبة. بيقولها ايه يا جماعة؟ انا قلتها صح. حتى هنا برضه حطلها يا جماعة ستارة بني. طيب كده خلصنا من غرفة البنت، ندخل على التويلت. طبعا التويلت ده كله بيعمل نفس الترتيب فعادي. وندخل بقى على الكيتشن يا جماعة. واو 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 واو، I am its artist. طيب كده خلصنا من بيت الخالة الوسط، نروح بقى لبيت الخالة الصغيرة والجد والجدة.
هنحتاج ان احنا نسافر عالم تاني. هنا كده ده البسين، ده المكان اللي البنت بتحب تقعد فيه لان لونه بينك، والمكان اللي قدام البسين بالظبط ده هو اللي الجد والجدة بيحبوا يقعدوا فيه. طبعا عندنا دي لمبات، لمبات زينة. وعندنا ده كده الاسانسير، وده الليفينج روم. طبعا انا عملت الستاير بالشكل ده عشان يبقى شكلها حلو. الليفينج برضو مفيهوش تفاصيل كتير. دي بقى غرفة السفرة، يعني يكونوا كده بيتغدوا وبيتفرجوا في فيلم تحفة. وحطيت كده الكرسي هنا في الجنب عشان ما اسيبش المكان فاضي. لما احط كرسي لا، قاعدين بتلهموني بافكار حلوة. ماشي. ده المطبخ. عارفة ان انا مستخدمة نفس العزال، يعني العزال مكرراه كذا مرة، ولكن يعني يا جماعة هعمل ايه، ما صدقت بقى اعمله خاصية تفعيل ان احنا نستخدم العزال كذا مرة، فقلت استخدمه بقى في كل البيوت. طيب احنا كده خدنا لكم جولة في الثلاث بيوت للثلاث خالات او للثلاث عائلات، ولكن الاصدقاء بتوعنا بقى مش لازم ان احنا نوري لكم بيوتهم، لاني اصلا لسه ما عملتلهمش بيوت، فاصلا مش عارفه اعمل لهم ولا ايه. بس احتمال اعمل لهم يا جماعه، لان لسه في بيوت متوفره، فانا احتمال اعمل لهم. وبس كده. لو عجبكم القناه ادخلوا خدوا لفه، وصلوا على النبي، وحطوا لايك وحطوا اشتراك، وسلام.